وفي كل لقاءاتي من سنة ومن سنتين ومن 3 سنين كان كلامي واحد عن فضل، هو ان فضل اللي انا بعرفه وكلت معاه عيش وملح، انسان مسالم جدا ومش مؤذي خالص. مش عارفة ليه المرة دي حصلت القلبة الكبيرة دي، طبعا بالسلب او بالايجاب. انا في الاخر بتكلم عن فنان عربي، مش ما هواش حد اسرائيلي مثلا او حد، يعني ربنا قبل التوبه. فنان كبير بعت لكم سلام كبير، هو الفنان فضل شاكر. شكرا. واتمنى من كل قلبي ان احنا كلنا ندعمه عشان يرجع تاني يغني ويضوي المسرح عندكم. فضل شاكر من اروع الاصوات اللي كانت بتغني، يعني عدم وجوده في الساحه حتى كان له تاثير، يعني انه ما راح والناس نسيته لغايه الناس تذكر الاحساس الحلو بتاعه. نفسك يرجع يغني تاني؟ انا اتوقع انه راح يرجع يغني. عندي تخيل انه راح اشوفه مره ثانيه يغني. بما انه ذكرتي فضل، انت طبعا حابه يعود للفن. يا ريت، هذا مكانه. حاسه انه الفن خسر بغياب فضل؟ اكيد لما يروح اي صوت جميل وعنده حس عالي مثل فضل وعنده جماهيريه عريضه، اكيد نفقد شيء يعني. بس انت مع انه يعني يصير في تسامح معاه اكثر فقط لانه مطرب ومشهور؟ مش لانه مطرب مشهور، لانه انسان فضل. يعني لو تعاشرينه تعرفين انه هو يعني انسان جميل من داخله، وايد وايد جميل. علاقتي بفضل وصداقتي له إلى تقريبا 22 سنه، وبمرحله معينه من حياتي كنت بظرف صعب كثير، كنت بورطه كثير كبيره بصراحه، ما حدا غير فضل شاكر وقف حدي. فاذا انا الكلمه اللي عم بحكيها او عم بكتبها هي كلمه زياد الانسان بلحظه وفاه لهالشخص اللي وقف معه. فما بعرف ليش هالعدائيه طلعت علي وفوتوني اني انا خاين لا يا جماعه. يا فضل شاكر، شو هالصوت. بتمنى يرجع فضل شاكر، لأنه الساحة بحاجة لصوت فضل شاكر. لكن فضل تغير ومثل ما تغير للمش منيح، كمان في يتغير للمنيح. وما في إنسان معصوم على الخطأ، وما في إنسان ما عنده ميول سياسية، وما في إنسان ما عنده مش الدم والجيش خط أحمر؟ أكيد جيش بلادي خط أحمر، وأرواح الناس خط أحمر. بس حسب ما بقول أنا أنه فضل ما خصه، وهي أول مرة بقولها. فضل إنسان بحس مش معقول يكون عمل هيك أبدا، وما تشيل شيء منهم بليز. متأكد 100%. ما في إنسان ما بيخطي بهالدنيا، وما في إنسان ما بيغلط. ياما في عالم لنعتبر نحن أنه فضل هيك عمل. ياما في عالم برا عنا بلبنان لازم يعدمون إعدام قبل ما يحاسبوا ويحاكموا فضل شاكر. الطالب انه القضاء ياخذ مجراه. اي قضاء؟ واذا طلع فضل شاكر بريء اي قضاء؟ امبارح طلع مشال سماحه براءه ب100,000، نعطيهم 120,000 يطلعوا لنا فضل على كلمتين فجرهم. فضل عم بيتحاسب على اقواله. لا حمل الغام فجر البلد، هو غلط. شو عرفك؟ هو غلط. شو عرفك؟ لا قلت لك شغله بيصير هلا الاعلام واللي عم بيصير حوالينا ما في حدا يتخبى وراء اصبعه، كلنا بنعرف شو عم بيصير بالبلد. كيف تعرف انه مظلوم؟ هلا لحظه، انا ماني ضد فضل شاكر. مظلوم. انت من جوا عارفه انه مظلوم، وكل الشعب اللبناني عارف من جوا انه فضل لإلك شغله. مثل ما تفبرك لميشيل سماحه لتطليعته، تفبرك لفضل لفوته.
انا اول واحد كنت شجع فضل انه يسلم حاله. بعد قصه ميشيل سماحه انا قلت يا فضل اوعى تسلم حالك، اوعى تسلم حالك. طب انت لانه انا عارف انه فضل ما عامل شيء. هلا اذا بده يفوت يتحاكم، شو اللي باكد لك انه ما عمل شيء؟ كنت معه؟ بده يتحق. لا لك شغله، فضل ما بيقوص. نحن عشرة عم، انا مرباني فضل. قولي لي كيف بتعرف هالشيء؟ بعرف انا انه فضل مره قال لي جاي دعوسك، بدي اعمل وبدي اسوي، وعصب علي، كان مخانق مع بيي، بس شافني ضحك. فضل اطيب قلب ممكن تشوفيه على وجه الكره الارضيه. اوكي؟ وفضل مثلي، كيف انت بتعرفيني كيف انا بتستفزيني، بقول جاي اعمل وجاي اسوي، بس ما بيساوي. ولو فضل ساوى كان كفى. اوكي. فضل من وقت ما صارت قصه عبره لهلا، من بعدها فضل وهو هربان ما عم يعمل شيء. طب انت بتتوقع انه الناس رح ترجع تفتح قلبها؟ في فئه معرضين لانه شيء بكره باذن الله بتظهر براءته، وبنعرف قدام الراي العام كله انه بهذا الموضوع فضل ما له نهائيا. عماد البعض بيقول انه مش قصه تظهر براءته، انه حتى لو ظهرت براءته في تسويه سياسيه عم بتصير. شو صحه هيدا الشيء؟ غلط نهائي، غلط جمله وتفصيلا. انا اليوم في الصبحيات والله العظيم من اطيب الناس اللي انت ممكن تقعد معاها في حياتك، وبني ادم واقعي جدا، وبني ادم عنده منطق، وبني ادم هادي وبيعرف يختار ورزين وهادي. بالنهاية حرام نظلم شخص إذا كان بريء. كل العالم شو كانت تحكي عن فضل شاكر وإلى آخره. كان من الناس اللي كتير خلوقين، آدمي، ابن بيت إلى آخره. فضل كريم النفس، طيب، معشره حلو، يعني صوته بسيط، صوته كثير حلو. اكيد ما في صوته حلو، ما في شك. هسأل المخرج يعقوب المهنا. يا استاذ يعقوب اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ وائل، زي صحتك؟ كل عام وانتم بخير. اهلا بيك يا استاذ يعقوب. اجمل ايام تصوير، يعني قعدنا تقريبا احنا شهر ونص، وانا خلال الشهر ونص امانه لما تشوف واحد كل يوم صبح وليل بتشوف تصرفاته، بتشوف اخلاقه، بتشوف احساسه. الانسان هذا فعلا ذو اخلاق. بغض النظر انا طبعا لا احب، انا فنان، وانا وجهه نظري انه الفنان فقط للفن ولا يخوض في مجال السياسه، ولكن لكل انسان ظروفه. ولكن تاكد من ناحيه هو الحقيقه يعني ما كانش حديث فضل عن السياسه، كان عن الانسانيه، عن الوطنيه يعني، والوضع هنا يختلف. ولكن يعني انت عارف في بعض الناس حساسه في المواضيع هذه، فممكن انت تشوف الاشياء من زاويه معينه فقط ولا تشوفها من زوايا ثانيه. وانا هذا اللي اطالب فيه، يعني هذا الرجل تاريخي، هذا الرجل محبينا من كافه الدول العربيه، هذا الرجل غنى المصري، غنى اللبناني، غنى الخليجي، هذا الرجل اعطى الكثير الكثير. حتى لو فرضنا لأسوأ الظروف انه انسان هذا غلط، لو فرضنا، لكن الرحمه فوق العداله رقم واحد. رقم اثنين انه زلت يوم يومين موقف او موقفين لا يعني هذا ان احنا نمحي تاريخ الشخص هذا، ورجوعه او محاوله رجوعه لازم احنا كجمهور نعطيه مش الفرصه ولا اثنين ثلاثه. احنا استاذ وائل احنا عرب وعندنا الحمد لله الرحمه والاحترام. بتشوف انه بالمقابله لدى باقي الطوائف صار في هذا الاراده بان يكون مثال حزب الله لديهم للاسف. هكذا انجرف شباب مثل فضل شاكر وغيره وراء رجل دين يشبه بشكل كبير بمنبريته، بطريقته، باسلوبه، للدفاع عن تهميش السنه للدفاع عن مظلوميه عايشينها كل اللبنانيين. بس ما في شك انه بالصراع القائم السني الشيعي يشعر السني انه في هذه المظلوميه. الوضع المسيحي كان منقسم ولا زال على الوضع السني الشيعي، وبالتالي كل واحد يساير حليفه. هذا خفف اذا بدك من وطئه هذا الشعور بالمظلوميه، بينما لدى السنه اكيد في شعور كثير كبير بالمظلوميه. لحد اليوم في شباب موجودين بالسجون لا تحاكم مثلا. وده كان بدايه الخيط في محنه فضل شاكر. ما في شك هذا اللي استهوى فضل شاكر، هذا التعصب اللي صار موجود بلبنان، المذهبيه والغرائزيه والشحن يوميا. اذا بتعرف يا استاذ وائل المحطات التلفزيونيه اللي فتحت منابرها للشيخ احمد الاسير، تعرف مين؟ محطات مع حزب الله
أو متفاهمة مع حزب الله. لماذا فتحت هذه المنابر؟ لتفرجي أنه ليكوا شوفوا السنة وين، هو متطرف متعصب تماما كما تقولون أنه في إسلام شيعي متطرف في لبنان، هنالك إسلام شيعي سني ومخيف أكثر، وهو أكثر دموية، وهو أكثر بطشا. هذا برجع بقول لك لا يخدم فكرة لبنان، لا يخدم عروبتنا، لا يخدم أي قوة عربية موجودة، هذا فقط يخدم يهودية الدولة الإسرائيلية، ويخدم منطق أنك تخلي الشباب يروحوا على الموت عقائديا كما تفعل إيران بالشباب الشيعي. الأستاذ فضل شاكر يعني له كتير على المظلومين بهالبلد، وقف مع المظلوم، وقف مع الفقير بهالبلد، لابد أن نحن نوقف معه. أمر آخر يعني بشكل عام أي مظلوم يجب أن نقف معه. اللي صار أنه صار في محاكمة إعلامية لفضل شاكر قبل المحاكمة القضائية، صار في ضغط من جهات سياسية، صار في تسييس للملف القضائي، صار في كيدية بالتعاطي القضائي، وهذا أبدا منه مريح ليكون الظروف متاحة لأنه يحضر فضل شاكر أمام محكمة بظل هالظروف. لابد من تهيئ الظروف إعادة الاعتبار لفضل شاكر تحت قبة العدالة، ومن بعدها لكل حادث حديث. الملابسات الطائفية هي التي دفعت فضل شاكر أنه أقحم شاء أم أبى في هذا الصدام؟ هو ما في شك إنسان مرهف جدا، كل اللي بيعرفوه هالشيء، إنسان طيب، إنسان معطاء، عنده كثير من الصفات الحميدة والجميلة. قد ايه مسيس فضل شاكر، يعني أنا ما بعرف، في لعبة كبيرة مثل ما كنا عم نحكي في المنطقة، وهذا الشيء معروف. بنفس الوقت اليوم ما في شك انه ما جرى في سوريا اثر كثيرا بفضل شاكر، الثوره السوريه، ثوره الشعب، كان اول فنان يعبر عن غضبه في الرباط من المذابح التي تحدث في سوريا. صحيح. وربما فضل شاكر دفع الثمن لذلك، لانه قال ده في حفلاته، فهم شافوا انه اكبر تاثيرا يقولها بعض الساسه مش مشكله، انما يقولها فضل شاكر تبقى مشكله. مش بس هيك، فضل مثل كثير من الشباب شعر أنه عليه أن يفعل شيئا للشعب السوري، عليه أن يساهم في هذه الثورة، يعني ما عنده غير حنجرته وصوته، وكان موجود أمام ألاف عم بيغني. أحد يعني عندما قال لي لا أثق بأحد، وعندما قال لي فولا لا أعرف أتكلمها شخصيا، لا أثق بأحد وأنا خائف، فهو على حق، وأنا لا أثق بأحد. طيب هاخد في تعليق أخير منك كده، تعتقد الفنان اللي بيوصل كل هذه الأحاسيس والمشاعر يمكن أن يسفك دما، يمكن أن يقتل؟ لا 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 لا، وأنا سأؤكد لك ذلك يعني بالبرهان. أنا أطلعت عبر مجموعة من الوسائل الإعلامية المرئية وقلت أن فضل لم يقتل أحدا، واحد المذيعين او المذيعات يعني استفزني وقال لي تستطيع ان تثبت ذلك؟ قلت ولماذا لا تثبت ذلك مخابرات الجيش؟ لو ان فضل شاكر قتل احدا من الجيش اللبناني وانا انفي ذلك فلياتوا ويقبضوا عليه، يعني اني اشوش المعلومات او انني اقدم معلومات مغلوطه، وها انا بين يديك، يعني لم يتم القبض عليه. الكل يعرف ان فضل صحيح أن فضل كان يملك مسدسا كما أملك أنا مسدسا، كما لا أعرف إذا بولا تملك مسدسا، لكن هو كان نائما، كان يعني غافيا حين وقعت تلك المعركة التي ذهب فيها ضحايا وفبركوا الأفلام. ثم أن فضل من أجدع الرجال، وهو محسن حقيقي ويساعد الغلابة، يساعد الفقراء، كان يتبرع كثيرا للمعوزين لأنه كان معوزا، كان فقيرا، كان محروما من كل شيء باسم هذا النظام الطائفي القدر في لبنان، واستطاع أن يبني نفسه بنفسه دون مساعدة أحد. ثم وحين وصل إلى ما وصل عليه لم يتمسك بما لديه، وزعه على كل من حوله. هذا لا يتحدث فيه فضل ولا يتحدث عن فضل أحد بهذا الموضوع، لأنه دائما
توقفوا معي ومتضامنين معي. انا بدي اتشكركم، وقد ما اتشكركم ما حدا رؤوف فيكم وقفتكم معي، لانه